شباب ماتوا، اقسم بالله العظيم اعرف من شباب جدة من مات وهو سكران، واعرف من شباب جدة من اتى من حفلة، من جاي من حفلة فال ابو جد على صلاة عشاء ولا مغرب ولا فجر، طالع من الحفلة وحادث على القبر. في من الشباب من جاي الى مغسلة الاموات ميت في حادث في طريق الملك، قسم بالله ان نكس الحشيش في الجيب حق الجنس من وراه، والثاني يحط المغسل المويه في فمه ويحركه يطلع الحكره من فمه. شباب نبغى نصحى، نبغى نفوق، نبغى نتغير، نبغى نتبدل. اقسم بالله العظيم ان هذه الحياه قصيره وقصيره جدا. عندنا واحد من جماعتنا قبل كم شهر تخرج من الثانوي، تخرج من الثانوي وجاته دورة عسكرية 3 شهور أو 4 شهور وتخرج، فرحان. الآن موظف بيستلم 6000 أو 7000 ريال. يوم من الأيام الساعة 7 الصباح، قبل كم شهر الساعة 7 الصباح لابس البدلة العسكرية ورايح على الدوام، وهو في طريقه للدوام عمره 19 أو 20 سنة، يصير عليه حادث يموت. جو الجماعة للمغسلة للمستشفى حق المستشفى عشان يسووا إجراءات، لقيوا أبوه منهار، لقيوا أبوه حزين، لقيوا أبوه يا شيخ في حالة لا يحسن عليها. المهم تغسل الولد وتكفن، صلوا عليه ودفنوه. بعد العصر يجي واحد من الجماعة للعزاء، يلقى أبو الميت حالته النفسية هادية شوية. قال يا ابو فلان ابشرك، هذا ابو الميت، ابشرك جاني امام المسجد اليوم وعزاني وخفف عني، الله يخفف عنه. قال يا ابو فلان والله اني صليت صلاة الفجر وسلمت على اليمين وسلمت على اليسار الا ولدك في الصف الاول يصلي الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى. ودع هذا الشاب هذه الحياة وهو قد صلى صلاة الفجر في جماعة في طريق الملك. هنا أنا بنفسي والله ما حد قال لي، جيت لطريق الملك صلاة الفجر وجمعت الشباب اللي معهم دبابات، جمعتهم في مواقف الريد سيمون، صلينا الفجر، وقفوا دباباتهم وسياراتهم وبدأنا نصلي صلاة الفجر. قمت بعد صلاة الفجر أوقيت محاضرة، أوقيت كلمة. بعد ما أوقيت الكلمة جاني شاب عمره 19 سنة الدموع في عيونه، قال يا شيخ والله العظيم إن خويي بالدباب في طريق الملك قبل 5 أسابيع جات سيارة واحد سكران صدموا في الدباب من وراء، اتقلب في طريق الملك، اقسم بالله ان حملناه جنازة من هذا المكان. وتسأل الله ان يرحمه. تسمح لي بسؤال؟ قال لي تفضل. قلت له صلى صلاة العشاء؟ قال والله ما صلى.